السلام عليكم. الفيلم ديالنا كيبدا مع مايك والعصابه ديالو وهما في الطريق باش يسرقوا واحد البنك وغيقتحموا البنك وكلشي غيمشي كما خطوا ليه. غيهددوهم بالسلاح وغيسرقوا الصندوق رقم 815 وغيهربوا، ولكن اللي ما داروا ليش الحساب هو داك الصندوق فيه عجاج حمر غيتفرقع فيهم. غيخرجوا من الطوموبيل وغيحبسوا الطريق وغياخدوا الصندوق من الشنطه وغيسرقوا طوموبيل واحده اخرى وغيفرقعوا الطوموبيل ديالهم وغيهربوا. وفرانك غيكون معصب من هذا الشيء، ومايك غيقول لهم سيروا في حالكم وشوفوا شغالكم، وهو غيعطي الصندوق المنظمه وغيمشي. ونمشيو عند المحقق آلين وهو غادي للبنكة باش يشوف شنو وقع، ويعرف بلي سرقوا صندوق ديال رجل اعمال روسي سميتو بيتكوف. ومدير البنك والتر قالو بلي عنده التصاور ديال بناته والعائله ديالو، وغيكون ماركوس اللي مع العصابه خدام بوليسي في نفس الوقت. وفاش كان مايك غادي للدار، المنظمه ديال ايرينا غيديوه في الطوموبيل وغيوصلوه لعندها واللي غتكون خدت مراته، وقالت له بلي ما غيعطيوش فلوس العمليه حتى يدير مهمه اخيره. مايك ما عجبوش الحال حيتاش ماشي هكا اتفقوا، وايرينا قالت له بلي مكلخ وما عرفاتش اختها شنو عجبها فيه. وراها راسين غيعيط له مايك وقال له شنو وقع مع ايرينا ورصاو باش يتلاقاو، ولكن في الطريق شي وحدين غيتعداو عليه. وفاش مايك غيسول على راسين خوه تا واحد ما عارف، وقال لهم بلي ايرينا طلبت منهم مهمه اخرى عاد تعطيهم الفلوس. فرانك ما عجبوش الحال وقال له انت اللي لقيتينا بها. وهما كيهضروا غيشوفوا واحد الطوموبيل جايه، غيمشيو يشوفوا وغيلقاو راسين تما مخنوق بميكا وكيموت، وغيقتلوا مايك باش ما يبقاش كيتعذب. والمحقق آلين غيشك بلي العصابه من البوليس حيتاش مدربين على اكمل وجه، وبلي المايك والفريق ديالو غيناقشوا العمليه الثانيه، ولكن هاد المره خاصهم يخترقوا عماره ديال الامن القومي ويسرقوا شي ملفات تما. فرانك قالوا بلي هاد المهمه مستحيله، واتفقوا باش ينفذوا الخطه بي واللي مازال ما عارفيناش حنا. لغد ليه فرانك وماركوس غيمشيو يحققوا في قضيه قتل ديال 3 الناس، وغيتغانى المحقق كريس مع واحد من العصابات سميتو لويس. ماركوس قال له بلي لويس هو زعيم العصابه وخاصو يحترمو باش يقدر يحقق مع الرجال ديالو. كريس ما عجبوش الحال وغيمشي، ومن بعد غيكون مايك والفريق ديالو كيسمعوا فرانك وهما كيهضروا على الخطه بي، والخطه هي يقتلوا بوليسي باش الوحدات يخرجوا يشوفوا شنو واقع، وهما يستغلوا الوضع ويدخلوا في قل من 10 دقائق قبل ما يجي الدعم. ومايك ما متفقش باش يقتلوا واحد من البوليس، وفرانك قال لماركوس بلي انت اللي غتقتل البوليسي. موراها غنشوفوا كريس وهو غادي يتشكل عمو آلين على شنو وقع في الخدمه، وغينصحو يرد البال راسو. وبالليل إلينا غتمشي عند مايك للدار هي وفيليكس ولدهم، ومايك كان مقلق بسبب البلان اللي دات مع اختها، وهي قالت له انا بعيده على الخدمه اللي جا معاك مع اختي. لغد ليه مايك غيمشي عند إيرينا باش يهضر معاه على داكشي اللي دات في راسين، وهي غتسولو شنو درتو في العمليه الجديده، وقال ليها بلي لقاو الخطه المناسبه للعمليه. ومن بعد غيكون مايك والعصابه كيتفقوا باش يقتلوا المحقق كريس، خصوصا ملي هو ولد خو المحقق آلين، وكاع الوحدات غتخرج باش تشوفو. وهما راجعين جيب غيقول لمايك بلي كريس عنده عائله، وكون راسين كاع عايش كان غيختار حد اخر. مايك تعصب وجرى عليه، ولغد ليه ماركوس غيدي كريس باش يجيبوا دليل في القضيه ديال القتل. في نفس الوقت غيكون عمو كيهضر مع سويس في معلومه مهمه، وقالت له بلي سمعت شي وحده كتفتخر بلي راجلها هو اللي سرق البنك. وغيكون المحقق كريس كيراقب تاجر مخدرات سميتو فيرلاندو، وغيهجموا عليه في الدار وغتشبك بيناتهم قرطاس. وفي الاخر غيهرب فيرلاندو وغيتبعوا كريس في الطريق وغيضربوا بالقرطاس، وكريس غيتقاس وغيطيح، وماركوس غيمشي باش يشوفو وغيكمل الجرة موراه. وكريس غينوض مرة اخرى وغيكمل طريقه وغيخلط على ماركوس في اخر لحظه، وهنا غيجي الدعم وغيشدوا العصابه، وكريس وماركوس غيحتفلوا بالانجاز اللي داروا. وبالليل غنشوفوا مايك وهو كيهضر مع إيرينا وهي كتقول له بلي فاسيلي غيرجع مرة اخرى فاش يساليو هاد المهمه، وبلي البوليس غيسلموه لاسرائيل وغياخدوه. وفاش مايك سولها على مراته وولده قالت له بلي راهم في امان ودوزاتهم ليه باش يهضر معاهم، وغتوريه التصاور ديال الصندوق اللي باغيين. ومن بعد المهمه غيقرروا امتى ياخذ مراته وولده، وغيكون ماركوس في واحد البار زاهي وغيجي عنده تجيب وغيجرو باش يهضر معاه، وماركوس غيضربو قال له بلي راك غتفرشنا. موراها غنشوفوا لينك المحققه مع آلين وهي كتهضر له على تجيب المشتبه فيه، وقالت له بلي راه كان بوليسي سابق. وفاش قالت له بلي راه قبلت الدار ديال كريس، آلين غيصيفط كاع الوحدات اللي عنده وتجيب غيهرب، وكريس غيكون مستغرب على جاو البوليس. شويه غيصوني التليفون ديال آلين وغيعرف بلي تجيب خدام مع العصابه ديال فاسيلي واللي شادها دابا مراته إيرينا، وغيطلبوه باش يحطها تحت المراقبه. لغد ليه مايك غيجي اتصال من عند ماركوس وقال له بلي تجيب شاكين فيه البوليس وخاصو يشوفوا معاه شي بلان.
وقال له بلي شي صاحبته بلغات به وما بقى والو يوصلوا لينا كاملين. مايك غيعيط لجيب وغيلقاه كيعذب في صاحبته اللي غدرات به، وقال له يهرب من تما باش ما يقتلهاش. والين غيمشي للمكتب وهو حاس بلي شي حاجه غتوقع، وغيكون مايك مع العصابه. وفرانك غيقول له بلي جيب قدر يهرب من المراقبه، والبوليس كيقلبوا عليه دابا. مايك قال ليه خليهم يقلبوا على راحتهم، وغيفكرهم بالمهمه اللي تبعاهم. وغيكون ماركوس وكريس غاديين ياخدوا شي معلومات من عند بينكو. وفاش دخلوا للمكتب ماركوس غيتخبى وغيتسناهم يقتلوا كريس. وفي الوقت اللي كريس كيقلب على ماركوس غيخرج فيه جيب وواحد من موراه غيضربو. جيب ما قدرش يقول له الخطه اللي دايرين ليه حيتاش كان كيموت. وفاش ماركوس غيمشي يشوفو جيب غيضربو، وكريس غيقتلو وغيعلم الوحدات باللي بوليسي تقاص. ومايك وفرانك غيسمعوا البلان وغيدخلوا للعماره ديال الامن اللي غيسرقوا. في نفس الوقت المركز غيكون مقلوب بسبب البوليسي اللي مات، والوحدات كاملين غيمشيو يشوفوه. ومايك وفرانك غيكونوا خاطفين جوج ديال الحراس باش يجيبوا الملفات. وفاش كانوا الوحدات في الطريق غيصونيو عليهم من المركز وغيطلبوا منهم الدعم، ولكن ما غيديوهاش فيهم. ومايك غيضرب واحد باش يفتح الخزنه، وقال له بلي راها كتفتح بالوقت. ومايك غيفرقع الباب وغيحاول يفتح البلاصه ديال الملفات، وغيلقى الشنطه اللي باغيين وغيهربوا من تما، وغيكونوا كيضربوهم بالقرطاس. وفرانك غيقول للرئيس باللي خدام على البلان ديال الخطه بي. وغيكون الين كيهضر مع كريس على جيب، وغيجي فرانك من بعد ما سالا السرقه باش يعاونهم في التحقيق. ومايك مشى عند إيرينا باش يعطيها الشنطه وياخد منها الفلوس. وفاش سولها على فيليكس ولدو رجالها غيضربوه وقالت له بلي باغا تقتلو، والحاجه الوحيده اللي ما مخليهاش تقتلو هي اختها، ونصحاتو باش ياخد الفلوس وما يسولش في مراتو ولدو مره اخرى والا غتقتلو. وغياخدو اللعبه اللي كان جايبها لولدو وغيمشيو، ولكن غيكون داير قنبله في اللعبه وغيفجرها بيهم. وكريس غيكتشف الورقه اللي كانت في الجيب ديال بينكو، وعرف باللي كانوا دايرين له خطه. وفاش كان مايك غادي فرانك غيسولو واش جبتي الفلوس، ومايك قال له كلشي غادي مزيان. وفرانك غيقتلو وغياخد ليه الفلوس. لغد ليه كريس غيسول واحد واش شاف ماركوس هاد النهار، وقال له بلي جاب كري باش يهضر مع لويس. وغيمشي يهضر مع عمو وقال له بلي ماركوس كان مصورط معاهم، وعمو قال له بلي غيوصلوا للرابع اللي بقى فيهم في اقرب وقت. وكريس غيهضر مع لينك وقال له يجيب سميه البوليسي اللي حقق في القضيه ديال صاحبة الجيب. وغيمشي يشوف ماركوس وغيسبو على البلان اللي دار. وغيجي فرانك يهضر معاه وقال له بلي محتاجو باش يحقق معاه وياخد الشهاده ديالو. وفاش مشى غيجيه اتصال من عند عمو وقال له بلي الرابع هو فرانك. وكريس ما بين ليه والو ونزلو. وفاش فرانك بغى يركب في الطوموبيل عمو غادي يقتلو وكريس غيعيط للبوليس. وهنا كيسالي الفيلم ديالنا، وتسناونا في فيلم جديد ان شاء الله.